السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طبق اساسي بيكون اساسي معانا على سفرة سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. هعمل معاكم وصفات سهلة وبسيطة تقدروا تعملوها أكترية الأوقات. في البداية معايا حوالي كده 6 بطاطسات كبار، قطعتهم كده شرايح رفيعة. ممكن تقطعوهم كده بالسكينة أو تقطعوهم بالمقشرة بتاعة البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودي بتكون أحلى طريقة معايا لتسوية البطاطس، بتستوي بسرعة جدا ومتاخدش أي وقت. حلة بقى سخنة على النار، بضيف نصها كده مية وأقل من نصها كمان، لأن البطاطس دي ما بتاخدش سوا خالص. ولما بتستوي لو في اي كمية مية باقية لازم نصفيها، ما ينفعش ابدا ان احنا نهرسها معاها. ضفت حوالي نص معلقة صغيرة كده من الملح ونص معلقة صغيرة من الكمون. الكمون بينقل معايا طعم البطاطس في حتة تانية خالص وبيفرق جدا معاكم اثناء عملية السوا. البطاطس بتقعد معاكم على النار حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق، بختبرها كده بمعلقة صغيرة. شايفين بتتهرس كده معايا كده، البطاطس جاهزة. بصفيها بقى كويس جدا من كمية المية اللي فيها دي، ما بسيبش فيها ولا نقطة مية، وعلى طول بقى وهي سخنة كده على طول ببدأ ان انا اهرسها، لانها بتكون سهلة جدا وهي سخنة ان هي تتهرس بكل سهولة. وكمان ما تسيبش معانا اي تكتلات، لو سبتوها تبرد الهرس بتاعها هيكون كده صعب شوية وهتضايقكم اثناء عملية الهرس. فعلى طول كده وهي سخنة اهرسوها كده بهراسة البطاطس او باي سباتيولا كده عندكم، هي هتتهرس معاكم بكل سهولة. وبعد ما اتاكد كمان ان هي اتهرست معايا كويس جدا، بجيب شوكة كده كبيرة وبهرسها كويس برضو، علشان خاطر لو في اي تكتلات خلوها كده تكون كريمية عشان خاطر يكون طعمها حلو معاكم. البطاطس المهروسة من أحلى الوصفات اللي ممكن تقدموها على سفرة رمضان في السحور، ما بتاخدش وقت خالص وكمان بيكون طعمها حلو جدا ومشبعة. كده خلاص البطاطس بقت جاهزة معايا. طاسة سخنة بقى على النار، بضيف فيها معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، وبضيف عليها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، وكمان بنزل عليهم كده ببيضتين متوسطين، وعلى حسب كمية البطاطس اللي انتوا عاملينها. انا استخدمت نص كمية البطاطس بس، فضفت بيضتين كده متوسطين، ما بكترش علشان برضو استفاد بكمية البطاطس اللي انا عملتها، وفي نفس الوقت الكمية كده تكون متعادلة معايا والبيض ما يكونش زيادة. بقلبهم كده بيستووا في اقل من دقيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على طول بقى بنزل بالبطاطس بتاعتي. شايفين البطاطس ما فيهاش اي كتل تماما، كلها كده كريمية معايا، وصدقوني ده بيفرق معاكم جدا في الطعم. اي حد ما بيحبش البطاطس المهروسة متأكدة بعد الطريقة دي هيعملها وهيحبها جدا. بقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض، بديهم كده تشويحة كده مع السمنة البلدي. وفي الخطوة دي النار تكون هادية جدا علشان خاطر البطاطس والبيض ما يتلسعوش منكم. وبقلب بقى كده باستمرار، بمكسهم كده كويس جدا مع بعض. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، وتقولولي كمان انتوا بتعملوا البطاطس المهروسة دي بأني طريقة. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة عشان خاطر تشوفوا كل وصفاتي. بضيف بقى رشة خفيفة كده خالص من الملح، بظبط الملح بتاعي. كمان رشة خفيفة كده من الثوم البودر، رشة خفيفة من البصل البودر، وكمان رشة بسيطة جدا من الكمون، مش اكتر من كده. وكمان ما تكتروش في التوابل علشان خاطر الطعم بتاعي كده يكون مظبوط، يعني من كل حاجة بضيف رشة بسيطة جدا. كمان معايا بقى فص كده من الثوم، بقطعه مكعبات صغيرة جدا او ممكن تهرسوه بهراسة التوم زي ما انتوا حابين. انا بصراحة بحب ان مكعبات كده التوم تكون ظاهرة معايا كده شوية، لان بصراحة بحب طعمه جدا في البطاطس. بديهم كده خلاص بقى تقليبة تاني مع بعض على نار هادية كده زي ما انتوا شايفين. وكده خلاص البطاطس بتاعتي تكون جاهزة، برفعها بقى على طول من على النار. وعايزة اقول لكم ان بجد ده احلى طبق بطاطس مهروسة بالبيض هتعملوه في حياتكم. من حلاوته هتبقوا عايزين كل يوم تقدموه كده على السحور، او كمان ممكن تعملوه في يوم كده كفطار، هينفعكم جدا. بقدمه بقى كده في الطبق زي ما انتوا شايفين، وبوزعها كده كويس جدا. ممكن كمان تضيفوا معاها اي نوع خضار انتوا بتحبوه، شبت او بقدونس او كزبرة، ممكن تضيفوها وتقلبوهم كده مع بعض، او ممكن تضيفوا كده شوية كده على الوش زي ما انتوا حابين، وتقدموها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حسنا منكم ان انتوا تجربوها على طريقتي، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. ما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.